حاجه برضو من الحاجات اللي عجبتني في الكتاب ان هو مركز قوي على ان انت دايما تتابع تطورك. يعني هو حتى في اخر الكتاب بقى عامل لك جدول بالايام، وجدول بالاسابيع، وجدول بالشهور، بالحاجات اللي انت عايز تعملها. ان انت بتكتب مثلا ان انت الاسبوع ده انا عايز اعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، وجنب الجدول ده عدد ايام ثابته، حد اثنين ثلاثه. وان انت بقى بتبدا تتراك كل يوم انت عملت ايه، والحاجه اللي انت بتعملها تعمل جنبها صح، الحاجه اللي انت ما بتعملهاش تعمل جنبها غلط. هو بيتكلم ان انت طول ما الحاجه قدام عينك وانت شايفها وشايف التراكنج بتاعها، انت عارف ان انت وقعت في النقطه دي بسبب كذا، او عملت الموضوع ده بسبب كذا. كمان بيتكلم ان انت تراكن كل حاجه. لو انت شايف ان انت معكش فلوس، تراك فلوسك من اول ما بتقبض لحد ما فلوسك بتخلص. تراك كل حاجه، كل جنيه انت بتصرفه اكتب. بيقول ان انت هتلاقي كميه حاجات انت بتصرف فيها فلوس بشكل انت مش واعي ان انت بتصرف فيه فلوس، ارقام مرعبه. نفس الكلام في الاكل. لو انت عايز مثلا تحافظ اكلك تدخل عدد كالوريز معين، انت تتراك كالوريز بالفتفوته اللي بتدخل بقى، هتلاقي ان انت بتدخل كم حاجات في يومك انت مش واخد بالك منها، هي اللي مخليك مش عارف توصل